السلام عليكم. تستمر تداعيات ارتفاع الحالات المصابة بمرض الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية ببوحمرون، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى تكثيف جهود التلقيح للحد من انتشار المرض. وعلى الرغم من نجاح التلقيح في القضاء عليه سابقا، فإن تراجع معدلات التطعيم أدى إلى عودته مرة أخرى، مما يستدعي استجابة سريعة لحماية الفئات الهشة وتقليل المضاعفات الصحية. وأكدت السلطات أن الأمور ليست خطيرة حاليا، لكنها أيضا ليست جيدة، حيث إن معدل الحالات التي تتطلب الاستشفاء بالمستشفيات يقدر بحوالي 10%، ما يعني أنه من بين كل 200 حالة مسجلة هناك 20 حالة تتطلب الاستشفاء بسبب مضاعفات خطيرة كالتهاب الرئتين أو الجهاز العصبي. كما أن معدل الفتك العالمي للمرض يصل إلى 1%، في حين أن المعدل في المغرب لا يتجاوز 0.45%، وهو ما يعكس فعالية الجهود الصحية. كما أشار إلى أن المغرب يعتمد منهجا علاجيا موحدا بإشراف لجنة علمية وطنية لضمان التكفل العلاجي بنفس الطريقة في جميع الحالات. وتحدث منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ضرورة تسريع وتيرة التلقيح، يعد العامل الأساسي في تقليص مدة الفاشية، مشددا على أن الحل الوحيد لمواجهة انتشار الأمراض المعدية هو تلقيح الفئات المستهدفة. وأوضح المسؤول نفسه أن نسبة من غير الملقحين لا تستجيب لحملات الاستدراك، وهو ما يشكل تحديا أمام الجهود الصحية. وفي هذا الصدد أضاف أن امتناع بعض الآباء عن تلقيح أبنائهم يعود إما لعدم إعطائهم الأهمية الكافية لهذا اللقاح أو لرفضهم المبدئي للتلقيح، مشيرا إلى أن هذا السلوك ليس جديدا، بل هو ظاهرة عالمية تعود لما قبل جائحة كورونا.